قضيه 2020. وشوف بقى كعب من جديده، ايه الخرافه دي؟ ايه الجمال ده يا ابن المغرب؟ شوف الكعب ده ملى عينك، هدف عالمي خرافي واسيست اكثر من رائع، اسيست يخليك تستمتع وانت بتتفرج على هذه المباراه. فعلا مباراه ممتعه، النادي الاهلي بيحصد 3 نقاط في اول مباراه في الدوري. ما هو مش هقول لك بشكل الانفس، هو احنا اللي عملنا في نفسنا كده. هدفين غير طبعا ركله الجزاء اللي اهدروها. عندنا خط الدفاع كان شوارع، كان مضحك. ده خط الدفاع اللي احنا بنعده بقى لنا 5 ماتشات ومنهم مباراه برشلونه. الجرار مش عمرو الجزار، ده جرار. في ايه يا جزار؟ خدت ظن بيك يا جزار. ايه ده؟ مفيش تفاهم ما بينك وبين هادي رياض، مفيش اي انسجام، مفيش اي تفاهم ولا تعاون. الهدف الاول سجله شاليه انبي. ايه ده؟ مصطفى شوبير مش هعاتب مصطفى شوبير مع ان الكره كانت في ايده، ولكن اللاعب بيسدد بكل اريحيه، يعني مفيش خط دفاع، مفيش دفاع اصلا. والهدف الثاني ركله الجزاء اللي لبسها كريم فؤاد، فين الدفاع برضه؟ الدفاع فين في اللقطه دي؟ كريم فؤاد لقى نفسه بيعمل تاكلينج غصب عنه، مش عاجبه برضه، خط الدفاع يسال عنها، مفيش تفاهم، مفيش انسجام. والهدف الثالث او الهدف الثاني للشرقيه انبي، يعني ازاي اللاعب قدر يسجل هدف ويعمل على طريقه تريزيجيه ارتو بكل سهوله بكل اريحيه، مفيش ضغط. ازاي؟ ما هو ده يدل ان مفيش دفاع، خط دفاع شوربه، خط دفاع شوارع، خط دفاع ما ينفعش لمركز شباب. بس كويس ان انت قدرت تحصد 3 نقاط في ظل هذا السيناريو الصعب. المباراه كانت ممكن تتعقد لو الشرقيه انبي قدرت تدافع بشكل جيد، لو النادي الاهلي ما كانش ضغط في الشوط الثاني وبالتالي